وانت عم تشوف فيديو كاميرا موبايلك عم تصورك. المواقع الإباحية دمرت حياة أشخاص كتير وبالدليل حتى تقتنع، والممثلات أغلبهم انوعدوا بالمال والشهرة، بس أغلب هذا الحكي ما تحقق. طيب ليش؟ بهذا الفيديو رح أحكي عن كل هي المواضيع. بنت عمرها 15 سنة حبت شاب مراهق وطلب منها تصور فيديو إباحي وتبعت له. بعد ما بعتت الفيديو تفاجأت إنه هذا الشاب نشر هذا المقطع على موقع إباحي، وانفضحت بمدرستها وحاولت إنها تخفي الموضوع عن أهلها، وتواصلت مع الموقع بصفة أمها، وهيك كان الرد. After I found it on for the first time, I messaged Pornhub pretending to be my mom, saying, "Hey, that's my daughter. She's only 14. This is child pornography. Please take this video down." And they didn't respond for 2 weeks, and then they said, "Okay, yeah, we'll take the video down." And they waited another week, then the video was taken down. And then a week and a half later, the video was uploaded again under a different title. بعد ما اجت شكاوي على هي المواقع بكتير هيك حالات، تخيل معي انه انحذف 80% من محتوى هي المواقع الإباحية. يعني انت متصور كمية الناس اللي عم تنعرض لها مقاطع على هي المواقع بدون علمها اساسا. حتى القصر ما سلموا من هذا الموضوع، وبالنهاية المواقع هي اللي عم تستفاد ماديا. دمرت حياة هي البنت وتركت اهلها وعاشت لحالها، وفاتت بكوما اكتئاب وتعاطت المخدرات، وهي حالة من اصل مليون حالة. بعمرك فكرت كيف الممثلات الإباحيات عايشين؟ يعني شو بيحسوا؟ مشاعر، راحة، سعادة، مال، شهرة، عائليا، صحيا. اغلب الممثلات اختاروهم بعناية، يعني بدوروا على بنت محتاجة ماديا او بعيدة عن عيلتها او مدمنة مخدرات او مدمرة نفسيا. وهذا الحكي مو مني، هذا الحكي من ممثلات إباحيات مشهورين اعتزلوا. I was 24 years old when I entered Pornhub. I was a burned out prostitute and stripper. I was a single mom, addicted to drugs and alcohol. I was the kind of person that the porn industry preys upon. The porn industry preys upon people who are already damaged so they can damage them more. And I was that girl. العلاقات المتعددة مستحيل ما تسبب مشاكل صحية، بس أصحاب المواقع بيكذبوا على الممثلين بأنه كل شهر رح يتعرضوا لفحص دائم، وهذا الشيء رح يحميهم من الأمراض، وهيك كانت نتائج هي الكذبة. And they promised me that I would be kept safe. That porn people are the cleanest people in the world. And that if we get our tests every 30 days for HIV, then I'll be kept safe. Are you sure? Of course, baby. Of course we're sure. You'll be safe. Well, after about 30 movies, I got burned and I caught 2 sexually transmitted. طيب فكرت شو مصير هدول الممثلين اللي مرضوا أو صاروا من دون فائدة لأصحاب هي المواقع؟ ممكن تقول بينك وبين حالك تعويض، اهتمام. غلطان. بالنسبة لأصحاب المواقع هن سلعة وخلصت مدتها، وما حدا من هدول الأشخاص اللي وعدوا رح يهتم أساسا، وانت لسه مقتنع فكريا انك تشوف هي الأفلام. بتشوف الممثلين الإباحيين كتير مثاليين بالعلاقة الجنسية، وليش هي المواقع رح تدمر أي علاقة زوجية إذا حاولت تقارن بين هي الأفلام وأرض الواقع. الأفلام الإباحية بتحتوي على فريق فني كامل، يعني تماما نفس الفريق اللي بتشوفه بالأفلام والمسلسلات. طيب شو السبب؟ الأفلام الإباحية بيتم تصويرها على أكثر من لقطة وأكثر من زاوية تصوير، وبالنهاية بيختاروا اللقطة الأفضل للمشاهد، وبالمونتاج بينقص كتير مقاطع مثل العجز والتعب والإرهاق اللي أنت مستحيل تشوفه بهي الأفلام ومستحيل تعمله على أرض الواقع أساسا. وهذا الشيء رح يسبب لك أكيد شرخ بالعلاقة الزوجية، وكل طرف بهي العلاقة رح يتمنى هي الكمالية اللي موجودة بهي الأفلام، يعني تماما مثل المدة اللي ممكن توصل لساعة كاملة. وهذا الشيء ممكن يأثر على تفكير الأنثى اللي ممكن بتشاهد أفلام إباحية، وحتى انت كرجل ممكن تنهار ثقتك بنفسك تماما. بس لازم تكون عرفان انه هذا الشيء اللي موجود بالافلام اساسا ما له طبيعي. وانا رح اقول شيء بالنسبة لك انت كرجل مستحيل ما تكون فكرت فيه على الاقل مرة واحدة. ليش الممثلات الإباحية بأجسام ورشاقة مو موجودة وما ممكن تلاقيها على أرض الواقع؟ أغلب الممثلات عملوا عمليات تجميل كتير، وفي تعديل مكياج دائما بيصير بين كل مشهد ومشهد بهي الأفلام اللي أنت عم تشوفه بشكل متكامل بعد تعديله على المونتاج. وأغلب الأوقات هدول الممثلات موجودين بالنادي لحتى يحافظوا على جسمهم من الترهل. فلا تقارن شريكة حياتك المستقبلية أو زوجتك بهذا الكذب اللي أنت عم تشوفه بهي الأفلام. لا تنسى إنه الممثلات اللي أنت عم تشوفهم على هي المواقع هن سلعة رخيصة بثمن رخيص. كيف ممكن وأنت عم تشوف فيديو إباحي كاميرا موبايلك تكون عم تصورك أو عم يتسجل صوتك؟ أصحاب هي المواقع عندهم هاكرز من العيار الثقيل، وبتلاحظ إنه هي المواقع صعب تهكيرها أو اختراقها. لهذا السبب ممكن هدول الهاكرز يكونوا مين كبسات معينة بهذا الموقع. على سبيل المثال زر تشغيل الفيديو انت رح تكبسه لحتى تشغل هذا الفيديو، بس ممكن يكون في برمجيات خفية لهذا الزر بتعطي اذونات لحتى تشغل الكاميرا وتصورك، او اعلان
يطلع لك فوق الفيديو وانت بدك تكبس علامة الاكس لحتى تشيل هذا الاعلان، وممكن هذا الزر يكون مبرمج حتى يعطي اذونات انه تسجل صوتك، وهذا الشيء بعالم البرمجيات والاختراق موجود ومتاح بشكل كبير. رح تسأل حالك ليش بدهم يصوروني او يسجلوا لي صوتي؟ ممكن انه يبتزوك بصورك مقابل مبالغ مادية، وممكن هلا وانت مالك عرفان عم يتم تداول صورك وبيع مقاطعك على مواقع الدارك ويب، لانه اساسا في اشخاص مريضة نفسيا بتشتري هذا المحتوى. طيب كيف فيك تحمي حالك؟ اترك هالعادة ولا عاد تفتح هي المواقع، وحاول تعمل فورمات لموبايلك ورجع شخص طبيعي. عندك غريزة فيك تفوت بعلاقة شرعية، واذا كنت غير قادر حاليا انك تفوت بهي العلاقة الشرعية فبدك تصبر. بالنهاية اللي عم تعمله بحق حالك بالمرتبة الاولى حرام، وثانيا بيأذي جسمك ونفسيتك. لا تفكر انك حر وقت بتعمل هي العادة، انت بتكون حر وقت بتكون قادر تكمل حياتك بدون هي العادات والمواقع اللي رح تسبب لك ادمان وفشل.